بسم الله الرحمن الرحيم. مراجعة جديدة وفيلم كونان نجم المليون دولار. فيلم كونان نجم المليون دولار هو الفيلم رقم 27 في السلسلة بتاعة أفلام كونان، اللي هي بقالها 28 سنة بتنزل، وقفت بس في سنة الكورونا اللي هي 2020. الفيلم يعتبر برضه هو الفيلم التالت تقريبًا اللي أخدته سبيس تون، وكمان بدأت تنتجه وتوزعه شركة ماجد الفطيم طبعًا بالشراكة مع سبيس تون في سينمات الوطن العربي. وكان ليّا الشرف إن أنا يبقى ده أول فيلم أحضره لكونان بعد أكتر من 20 سنة متابعة لكونان، وهو يعتبر الأنمي الأول اللي أنا شُفته في حياتي. بالنسبة لي كانت التجربة مختلفة وفيها كتير من النوستالجيا على كتير من الأحاسيس اللي أنا مهما عبّرت عنها مش هاعرف أوصفها. إن أنا ده كونان اللي أنا باتفرّج عليه من وأنا صغير، أحضره في السينما وفي شاشة كبيرة وأشوفه بشكل مختلف طبعًا مع التغيُّرات اللي حصلت في الرسوم وكده بمرور الزمن لكونان. فكانت التجربة مليئة عندي بمشاعر كده جميلة جدًا، وزي ما قُلت مليئة برضه بنوستالجيا وحنين إلى الماضي لمّا آجي أسمع الsound track أو الhost بتاع كونان الشهير طبعًا، اللي هو شغال دلوقتي ورايا في الخلفية. فطبعًا أنا باشكر سبيس تون على الخطوة اللي هم عملوها دلوقتي، وكمان سبيس تون عاملة حاجة على الأبلكيشن بتاعها إنها بتنزّل الحلقة بتاعة كونان اللي بتتعرض في اليابان في نفس اليوم، في مدبلج وكمان في مترجم في نفس اليوم. يعني خلاص بقى الحلقات القديمة اللي إحنا كنا بنتأخر عليها، يعني كان زمان بيتأخروا على الحلقة عقبال ما تتعرض النسخة بتاعتها العربية بال5 و6 سنين ما كانش أكتر. دلوقتي لأ، الحلقة بتتعرض في نفس الوقت، وكمان الفيلم بقى بيتاخد ويتعمل له إنتاج وينزل في الوطن العربي. فدي حاجة كمان خطوة رائعة باشكر عليها سبيستون طبعًا على المجهود اللي هم عملوه، ويا رب ما يقطعها عادة. تشوف بقى كونان هيكمّل كام سنة، هل هاخشه مع عيالي والّا هاخشه مع أحفادي؟ الله أعلم، بس واضح إن شاء الله العادة دي مكمّلة، وزي ما قُلت أنا مش هاقطعها، وهاخش برضه السنة اللي جاية الفيلم ال28. فيلم كونان ال27 أبطاله معانا طبعًا كونان أو شينشي، وكمان معانا هاتوري هيجي، ومعانا كايتو كيد. دي الأبطال الرئيسيين للقصة، بالإضافة طبعًا لبعض الشخصيات الرئيسية اللي موجودة في عالم كونان، لكن ال3 شخصيات دول هم الأساس وهم اللي بتدور حواليهم القصة يعني بتاعتنا. طبعًا أنا كاتب شوية حاجات، شوية إيجابيات وشوية سلبيات نتكلّم فيها مع بعض ودردشة. وزي ما قُلت دايمًا الدردشة اللي هي على القاعد دي كده كإنّها podcast، يعني إحنا بندردش مع بعض في الفيلم أكتر منّها review يعني. الإيجابيات القصة طبعًا عجبتني جدًا وليها أبعاد كتير، بس رغم إن القصة حاططها أنا في الإيجابيات، بس في جزء معيّن في القصة أنا حاطّه في السلبيات. بس القصة بشكل عام عجبتني وفيها أبعاد كتير وفيها رسالة معيّنة عايزين يقدّموها، طبعًا أنا مش هاحرقها. مستوى الكوميديا في الفيلم ده كان مرتفع. يعني إحنا الفيلم اللي فات اللي هو الفيلم 26 كان فيلم حلو جدًا، بس مستوى الكوميديا فيه ما كانش عالي خالص. إنما لأ، في الفيلم ده مستوى الكوميديا أعلى بكتير من الفيلم اللي فات. عجبني طبعًا كالعادة الsound tracks بتاعة كونان اللي اشتغلت في الفيلم ده، بالإضافة إن أنا حاسس إن في بعض اللمسات المختلفة شوية في الhosts بتاعة الفيلم ده عن الأُس العادية اللي إحنا عارفينها بتاعة كونان، رغم إن الأُس العادية برضه كانت موجودة يعني. مشاهد الfights والعراك كانت مختلفة جدًا في الفيلم ده. يعني مش إحنا شُفنا كتير fights في كونان سواء في الأنمي أو في الأفلام، لكن الfights المرّة دي متقدّمة بشكل مختلف وفيها تجديد حلو جدًا بصري، وكمان choreography يعني كتصميم حركات وكده. الأماكن اللي بتدور برضه فيها الأحداث هي أماكن منعشة جدًا وجديدة جدًا عن الأماكن اللي إحنا معتادين عليها في الأنمي بتاع كونان. وبالمناسبة الأماكن اللي ظهرت في الفيلم كلّها هي أماكن حقيقية، وده بيبان معانا طبعًا كعادة أفلام كونان في المشهد الأخير، أو يعني تتر النهاية اللي بيبقى موجود في آخر الفيلم، بيجيب لك الأماكن الحقيقية اللي موجودة في اليابان، وبيحطوها في المشهد الأخير أو في التتر الأخير. لكن الفيلم ده بقى مختلف في إيه، إن تقريبًا كل الأماكن موجودة. يعني أنا فاكر في الأفلام اللي فاتت كانت أماكن معيّنة جوّه الفيلم هي اللي بتبقى موجودة على الحقيقة، إنما لأ، في الفيلم ده تقريبًا 90% من الأماكن
اللي بتدور فيها الاحداث هي موجوده على الحقيقه، بس للاسف انا مش فاكر اسم المدينه يعني اللي بتدور فيها الاحداث، لكنها مدينه كعاده اليابان يعني مدينه جميله باللقطات اللي انا شفتها في تتر النهايه. وبتمنى يعني ربنا يعني لو كاتب لي في يوم من الايام ان انا ازور اليابان، من اكتر الدول اللي انا نفسي ازورها في حياتي اليابان. وده سبب رئيسي ليه الانمي، يعني الانمي هو اللي حببني طبعا في اليابان، ونفسي اروح حاجات كتير جدا في اليابان. فادعوا لي ان شاء الله كده اروح اليابان، وعقبال كل واحد يحقق اللي هو نفسه فيه يعني ويسافر يعني. دي طبعا الايجابيات الاساسيه اللي عجبتني في القصه. السلبيات الشخصيات. عندي كام تعليق كده على شخصيات ظهرت في الفيلم. انا هتكلم بس بدون حرق. في بنت اللي هي ظهرت قبل كده كانت بتحب هيجي هاتوري. انا بجد مش فاكر هي ظهرت في انمي قبل كده ولا في فيلم، بس انا فاكر ان انا شفت سحلتها قبل كده. البنت دي مشعر اصفر، البنت دي سخيفة بشكل يعني حاجة صعبة جدا. وجودها في الفيلم كان كل مشهد بيجي فيه البنت دي كنت بتقفل. وجودها سخيف جدا. البنت رهيبة، مش جاية معايا سكة يعني. سخيفة كده و... يعني انا بجد مش فاكر اسمها للاسف، لان انا ما شفتهاش قبل كده غير مرة. والله اعلم اصلا، يمكن انا بتهيألي انها ما ظهرتش قبل كده. فلو حد عارف في الكومنتات يقول لنا هي ظهرت قبل كده ولا لا. فالبنت دي صعبة صعبة، فمشاهدها ما عجبتنيش خالص. فدي كانت أكبر سلبية في الفيلم بالنسبة لي. عندي برضو كم تعليق كده على الشخصيات بقى بشكل عام. الفيلم ده ملاحظ فيه اختفاء تام لشخصية توجو موري أو كوجورو موري، طبعا على حسب هتقوله بالعربي ولا بتقوله بالياباني. فشخصية توجو ما كانتش موجودة خالص في الفيلم ده، تكاد منعدمة الوجود أصلا. ظهرت في 3 مشاهد مثلا. فالشخصية يعني أنا زي دي بحبها جدا ما كانتش موجودة. في برضو ران، رغم ان ران نوعا ما كان ليها دور نوعا ما يعني، بس دور هامشي جدا. انما بطل الفيلم ده هو بكل تأكيد هيجي هاتوري وكايتو كيد. حتى وجود كونان يعني كان موجود بس مش بالكثرة اللي موجودة في الافلام اللي فاتت، خصوصا الفيلم اللي فات ال 26 اللي هو عجبني جدا بالمناسبة يعني، وعجبني اكتر من الفيلم ده. أه ف حاسس بضعف شوية في الشخصيات ب... اللي احنا بنحبها. كمان برضو فرقة المحققين الصغار ما ظهرتش في الفيلم غير في اخر ربع ساعة مثلا في الفيلم، او اخر تلت ساعة في الفيلم. وجودها كان برضو شبه كده لحاجة معينة. فدي برضو حاجة انا مش متعود عليها. انا بحب فرقة المحققين الصغار وبحب وجودهم. فبالتالي انا ما حبيتش الصراحه عدم وجود الشخصيات دي. بس هو واضح في الفيلم ده ان هم كانوا عايزين يعملوا حاجه جديده. هم واضح في الفيلم ده ان هم كانوا عايزين يركزوا اكتر مع هيجي هاتوري وحبيبته كازوها، صح كازوها اي ثينك يعني. من الحاجات السلبيه برضو اللي موجوده في القصه، بس دي انا ملومش عليها بقى صناع العمل. دي مالهمش هم دخل فيها. بس لو هيبقى ليهم دخل، هيبقى ليهم دخل في ان انتوا عارفين ان كونان ده حاجة الناس بتحب تشوفها في العالم كله. ودي حاجة برضو مش بلومهم عليها، لأن أنا لو مصري وبعمل عمل بيتشاف، عارف إن هو بيتشاف في العالم كله، هحب إن أنا أظهر ثقافة الثقافة المصرية أو الثقافة الفرعونية في العمل بتاعي. وهي السلبية إن الثقافة اليابانية كانت طاغية جدا على الفيلم وعلى قصة الفيلم، ولدرجة إن فيها حاجات كتير كانت جوه ومصطلحات صعبة شوية. أنا الأسامي دخلت في بعض، حتى كان في أسامي يابانية قوي بقى جوه الفيلم. ففي شخصيات دخلت في بعض من كتر ما الاسامي كانت صعبه، الشخصيات الجديده طبعا. برضو من السلبيات اللي ما عجبتنيش في القصه، ودي بقى انا بقول اللي انا قلت رغم ان القصه حلوه بس فيها سلبيه هقولها في السلبيات. نهايه القصه للاسف كانت متوقعه. يعني انا بالنسبه لي انا وصديقتي اللي كنا بنتفرج على الفيلم مش قاريين النهايه من اول الفيلم يعني. فمش عايز اشرح برضو عشان ما رخمش على الناس لو انت ما خدتش بالك يعني وانت بتتفرج. بس النهايه بالنسبه لي ما كانتش متوقعه وما فيهاش جديد. يعني انا بالنسبه لي ما حسيتش ان انا اخدت حاجه جديده باستثناء عشان بس انا عارف ان في ناس اتفرجت على الفيلم هتشتمني دلوقتي. باستثناء البوست كريدت سين. يا جماعه الفيلم ده فيه بوست كريدت سين، والبوست كريدت سين هنا مهم جدا جدا جدا. ومش هبالغ لو قلت ان ده اهم معلومه احنا عرفناها في افلام كونان. تخيل بقى لنا 28 سنه بنتفرج على افلام كونان، اهم معلومه عرفناها في افلام كونان موجوده في الفيلم ده. ودي حاجه انا استغربت لها جدا، لان احنا متعودين دايما ان في افلام كونان هي الاحداث مش كانون. يعني ايه مش كانون؟ يعني مش بتاثر على الاحداث الرئيسيه، ان هي دايما بتبقى قصه فرعيه لكنها لا تؤثر على القصه الاساسيه بتاعتنا. لكن هنا
في حدث رئيسي حصل وحدث مؤثر في القصة الأصلية. وعلى حد معلوماتي أنا متابع الكونان، بس مش متابع يعني بطريقة منتظمة يعني الكونان، إن المعلومة دي لم تذكر قبل كده في الأنمي، وكمان لم تذكر قبل كده في المانجا برضو، ده على حد معلوماتي. ولو أنا غلطان في ده يا ريت برضو حد يصحح لي في الكومنتات من الناس اللي متابعة الأنمي كويس جدا ومتابعة المانجا، تقول لي هل المعلومة اللي ذكرت في آخر الفيلم بعد البوست كريديت سين ظهرت قبل كده، ولا دي فعلا معلومة جديدة؟ وازاي المعلومة دي تظهر في فيلم وما ظهرتش في المانجا او في الانمي؟ دي حاجة جديدة عليا بصراحة، ما شفتهاش قبل كده في فيلم من افلام كونان. فالسر الكبير ده انا بقول لكم استنوا بعد ما الفيلم يخلص والتترات تنزل تتفرجوا على المشهد ده. وبرضو قولوا لي يعني في الكومنتات ايه رأيكم او ايه تحليلكم للي حصل يعني في نهاية الفيلم. انا كده خلصت كلامي عن الفيلم بسلبياته وايجابياته. اخيرا فيلم حلو جدا جدا جدا، والتجربه مختلفه جدا انت تتفرج على فيلم الكونان في السينما، فبنصح الناس انها تروح تلحقه. والفيلم هينزل على النت تقريبا في اخر شهر 10 او اول شهر 11 كعاده افلام كونان، يعني لما بتيجي تنزل على النت وبتنزل على ابلكيشن سبيس تون جو دلوقتي هتنزل في نفس الوقت بتاعها زي ما بتنزل بره الوطن العربي. فانا بقول لك لسه قدامنا وقت ان انت تخش تتفرج على الفيلم وتلحقه قبل العيد، يعني لان اكيد الفيلم خلاص العيد قرب، الفيلم مش هيبقى موجود معانا بعد العيد عشان في افلام كتير نازله سواء عربي او افلام حتى اجنبي. فالحق خش الفيلم في الاسبوع ده، الفيلم هيعجبك، تجربه حلوه جدا انت تتفرج على كورن في السينما، مش هتخسر حاجه، الفيلم لطيف. صحيح ان هو يعني لو انا هرتبه في وسط افلام كونان ال 27 هحطه في انه مركز، يعني ممكن احطه من الخامس للعاشر بصراحه يعني ممكن احطه في اللي هي الترتيب من الخامس للعاشر، لان في افلام احلى بكتير منه، والفيلم اللي فات بتاع السنه اللي فاتت عجبني اكتر. لكن انه زي ما بقول لك هو فيلم حلو يعني مش اعلى من المتوسط، فتقييمي للفيلم ممكن اديله 7.5 من 10. بعد ما خلصت كلامي عن الفيلم عايز رايكم في المراجعه. وبالمناسبه دي اول مره اتكلم على انمي في عندي في الشانل، ان شاء الله ما تبقاش اخر مره، لان انا في حاجات كتير عايز اتكلم فيها. عايز اتكلم على ناروتو، عايز اتكلم على ديس نوت، عايز اتكلم على اتاك اون تايتن، عايز اتكلم تاني على كونان. فقولوا لي برضو حابين في الكومنتات اتكلم على ايه، او ايه الانمي اللي جاي اللي انتوا حابيني اتكلم عليه، ولو في حاجه معينه عايزيني اتكلم عليها في انمي معين قولوا لي برضو ايه رايكم. وسؤال لحضراتكم في اخر الحلقه وتردوا عليا في الكومنتات، ايه احلى فيلم انت بتحبه لكونان؟ او بلاش احلى فيلم عشان دي ممكن تبقى حاجه صعبه، قول لي ايه احلى 3 افلام انت بتحبهم لكونان، الفيلم رقم كام وكام وكام. واخيرا زي ما بقول لك لو عجبتك الحلقه يا ريت تعمل شير ولايك وسبسكرايب، وابعت الحلقه لاصحابك. وما تنساش تعمل لي سبسكرايب، هتكلم كتير على كونان يا جماعه، الناس اللي بتحب كونان انا بعشق كونان، انا بقالي اكتر من 20 سنه بتفرج على كونان. وكمان لو حابب تدعمني انا مشغل خاصيه ثانكس عشان المحتوى يكمل، وان شاء الله هنزل فيديوهات اكتر الفتره اللي جايه.